يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما بعد، حياكم الله يا أخواني. هذا درس في مادة العقيدة الإسلامية، واخترنا فيها كتابا صغيرا يسمى متن الوجيزة الباهرة في اعتقاد الأسلاف الغابرة، ومؤلف الكتاب هو معاصر الشيخ عبد الله محمود القناص من الجزيرة. وهو متن ذكر فيه مؤلفه رؤوس المسائل التي يعتقدها أهل السنة والجماعة. علم العقيدة من علوم أصول الدين، يعني لا يمكن لطالب علم ولا ينبغي له أن يدرس العلوم الإسلامية وأن يترك العقيدة، بل لا بد أن يهتم بمجال العقيدة الإسلامية ويصحح اعتقاده الذي سيلقى الله عز وجل به يوم القيامة. فعلم العقيدة من العلوم المهمة التي لا تغفل أبدا، بل هو من العلوم الأصلية ليس من علوم الآلات. وهذا الاعتقاد هو الذي أنت تسأل عنه يوم القيامة: ماذا كنت تعتقد في كثير من المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله في أبواب العقيدة. فالشيخ المؤلف صاحب الكتاب ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة بشكل عام دون تفصيل، فالمتن صغير جدا لكن يحتاج إلى شرح، وقد يشرح بشكل متوسع، وقد يشرح بشكل مبتدئ، وقد يشرح بشكل متوسط. أنا سأختصر إن شاء الله وأذكره بأسلوب سهل قريب من أسلوب المؤلف، لأنه أراد فيه الاختصار حتى يكون العلم العقيدة قريب من الناس. فلذلك هذا العلم مهم جدا، لا بد أن نهتم به. فأقرأ ما قال المؤلف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فهذا وجيز بينت فيه مجمل اعتقاد السلف رحمهم الله. يعني هذا مختصر صغير يبين فيه الشيخ اعتقاد من؟ السلف. من هم السلف؟ السلف يا أخواني هم أصحاب القرون الأولى المفضلة، الصحابة ومن تبعهم ومن تبعهم، هؤلاء نسميهم السلف. وكل إنسان له أحد قبله يسمى سلف له، فهم سلفنا، يعني قبلنا كانوا، وهم سلفنا في الاعتقاد وفي أمور الدين. الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم، فهؤلاء يسميهم العلماء السلف الصالح. لذلك لا بد أن نتبع في الاعتقاد من يا أخواني؟ السلف الصالح. لماذا نتبع السلف الصالح؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هذا الدين العظيم غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا الدين أكمل الفهم، بل هم أحسن الناس فهما لدين الله عز وجل، لقربهم من الرسالة ونزول الوحي، ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القرون الثلاث الأولى المفضلة زكاها الله عز وجل، وتزكية الله عز وجل شهادة لهؤلاء القرون أنهم أفضل الناس. أين جاء تزكيتهم في القرآن؟ منهم من ذكر الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة كانوا، فهم قد زكاهم الله عز وجل وبين أنه قد رضي عنهم. وأيضا منهم العشرة المبشرين بالجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر العشرة. فهؤلاء زكاهم الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. القرن هو 100 عام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون يعني خير 100 عام التي أنا فيها والتي فيها أصحابي، ثم الذي يليه يعني التابعون، ثم الذي يليه يعني تابعي التابعين. صح؟ فهؤلاء نسميهم السلف الصالح. فإن سألناك من هم السلف الصالح؟ الجواب هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، هؤلاء هم السلف الصالح، أصحاب القرون الأولى المفضلة. من الذي فضلهم؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك نأخذ الدين بشكل عام بجميع علومه بجميع فنونه من هؤلاء رحمهم الله ورضي الله عنهم.
وبالأخص علم العقيدة، فنفهم علم الاعتقاد كما فهمه هؤلاء، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الدين من معلم البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ففهمهم أحسن الفهم ودينهم أحسن الدين. لذلك لا نأخذ من نبع إلا من نبع هؤلاء الصافي، لأنهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: فهذا وجيز بينت فيه مجمل اعتقاد السلف رحمهم الله، أقدمه ناصحا للأمة الإسلامية. يعني هو نصيحة للأمة الإسلامية يبين فيها رؤوس مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: باتباع هدي سلفهم، يعني هي النصيحة للأمة أن هذا هو اعتقاد سلف الأمة فاتبعوه، هذه نصيحة لكم. ونبذ البدع التي أتى بها الخلف، إذا كان عندنا سلف سيكون عندنا بعدهم خلف، الخلف هم الذين جاءوا بعد السلف، ومنهم علماء أفاضل، ومنهم من وقع في البدع والشهوات والشبهات، ومنهم من وقع في الضلال والعياذ بالله، على حسب حال كل إنسان فيهم. لذلك اعتقاد أهل السنة أن يتبعوا هدي سلف الأمة وأن ينبذوا البدع. والبدع جمع لبدعة، البدعة هي أمر يحدث في الدين لم يأتي في الدين. يا أخواني، الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، صح؟ متفقين على هذا الأمر؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل جلاله في القرآن ينص على أن الدين قد أكمل، فمن جاء لكي يضيف على هذا الدين شيء لم يذكره الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن هذا زيادة في دين الله محدثة تسمى بدعة لا نقبلها. لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يشرد مردود، لا نقبله أبدا. والتنازع في أي شيء، إيش قال الله عز وجل؟ فردوه إلى الله والرسول. فهذا حال أهل السنة، فكل زيادة على دين الله عز وجل هي بدعة. لذلك إذا أردنا أن نعتقد اعتقاد نلقى الله عز وجل به يوم القيامة، لا بد أن يكون هذا الاعتقاد سلفيا صحيحا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقصد بكلمة السلف أي الصحابة، يعني نحن نتبع ما كان عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكل من سار على نهج الصحابة ومن جاء من بعدهم على نفس المنهاج في العلم والعمل فإنه يعتبر متبع للسلف الصالح، وإنه على السنة وليس على البدعة. لذلك هذا أمر مهم جدا، وبالأخص في مسألة الاعتقاد لا يمكن أن أتبع الهوى أو أهل البدع والشهوات، بل لا بد أن أتبع في قضية الاعتقاد الكتاب والسنة بما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الشيخ: ونبذ البدع التي أتى بها الخلف. وقبل أن يلج المسلم في تعلم علم العقيدة ينبغي عليه أن يعرف هذه القواعد التي إن أتقنها وضبطها وعمل بها بإذن الله أفلح. الشيخ يبين أن هناك قواعد ينبغي على كل طالب علم قبل أن يدخل في أي كتاب من كتب العقيدة أو يدرس العقيدة بشكل عام أو بشكل خاص، عليه أن يعتمد على قواعد معينة يفهمها. ليس المطلوب أن تحفظ، المطلوب أن تفهم. فيقول هذه القواعد لا بد أن تكون حاضرة عندك يا طالب العلم قبل أن تدخل في دراسة علم العقيدة. يعني هذه القواعد مهمة جدا، لا بد أن نهتم بها. طيب، نسأل الشيخ: ما هي هذه القواعد؟ ذكر القاعدة الأولى، قال: علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. تقول لي مثلا، هذا مثال، يوم القيامة هل يرى المؤمنون ربهم جل جلاله؟ هذه عقيدة، وهذه أحد مسائل العقيدة، فليس لك أن تقول نعم أو لا إلا بالاستناد على نص من القرآن أو السنة فقط. طيب، لو ما في نص من القرآن والسنة وذكر ذلك أحد الشيوخ ولم نجد له نصا ودليلا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ ما شاء الله عالي الكعب في العلم وله مكانة عظيمة، فنتبع هذا الرجل في الاعتقاد وفي المسائل الغيبية ولم يرد شيء منها في الكتاب والسنة، أم نتوقف حصرا على الكتاب والسنة؟ جواب: لابد أن يكون هناك دليل في الكتاب والسنة. فكيف نجيب على مسألة هل نرى الله يوم القيامة؟ يعني هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ إذا قلنا نعم نقول هات الدليل، وإذا قلنا لا نقول هات الدليل. هذه مسألة اعتقاد. لذلك هو الشيخ يذكر هذه المسألة، وهي من أهم مسائل العقيدة والقواعد والأصول التي لا بد
أن تترسخ في قلوبكم وأذهانكم قبل قراءة أي كتاب بالعقيدة، أني لا أخذ علم العقيدة إلا من الكتاب والسنة حصرا. طيب أنا أقول أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا اعتقاد أهل السنة. فيقوم طالب فيقول طيب هذا اعتقاد أهل السنة، فما الدليل على أنهم يرون ربهم يوم القيامة؟ قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة من النضرة والوضاءة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها ناظرة. فهل هذا دليل يدل على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة؟ نعم. فنعتقد في هذه المسألة ولا ما نعتقد فيها؟ نعتقدها ونقررها في نفوسنا ولا نغير عنها ولا نبدل، لأن القرآن قد نص على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. هل هناك دليل آخر؟ نعم. قوله عز وجل: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. من هؤلاء الذين يحجبون عن الله؟ الآيات عن إيش كانت تتحدث؟ عن الكفار. فالله عز وجل يبين أن الكفار سيحجبون يوم القيامة عن رؤيته. طيب إذا يبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار سيحجبون، ماذا نفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية؟ أن المؤمنين ماذا؟ سيرون ربهم. طيب لو قال قائل لا، حتى المؤمنين ما يرون ربهم، نقول طيب إيش الفائدة من القول أن الكفار قد حجبوا عن الله عز وجل؟ لا، حجب الجميع، وذكرت الآية أن الجميع محجوب. طيب هذه أدلة من السنة، أدلة من الكتاب. نأخذ بأدلة من السنة. حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. يعني سترون ربكم يوم القيامة بأعينكم، لا يوجد هناك حجاب، لا يوجد حجاب بينكم وبين الله، لا يوجد ترجمان، بل ترونه سبحانه وتعالى. والمقصود في الحديث ليس كالقمر، الله لا يشبه بخلقه جل جلاله، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يجزيك الخير. وإنما نقول تشبيه الرؤيا بالرؤيا وليس المرء بالمرء. لا نقول الله كالقمر والعياذ بالله، الله ليس كمثله شيء. لكن كما أنك ترى القمر في ليلة البدر ليس أمامه سحاب ومن علو، فإنك ترى الله جل جلاله بهذه الطريقة، وليس الله كالقمر. فإذا مثلا الآن عندما اعتقدنا بهذه المسألة من مسائل العقيدة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ما قلناها من أهوائنا ولا من عقولنا، ولا أخذنا برأي الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وإنما اعتمدنا فيها على الكتاب والسنة. فالقاعدة التي يجب أن نفهمها أن علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. طيب في مسألة من مسائل اليوم الآخر، اليوم الآخر من الأمور الغيبية ولا الأمور الحاضرة المشاهدة أمامنا الآن؟ من الأمور الغيبية. هل لك أن تعرف شيء من هذا الغيب؟ لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا عنه. هل الجنة والنار موجودة الآن أم غير موجودة؟ هذا سؤال، وهذا من أسئلة العقيدة. هل هما موجودتان؟ نعم موجودتان. إذا قلنا نعم لابد أن تأتي بالدليل. الدليل قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت فعل إيش؟ فعل ماضي، يعني تم إعدادها. وعن النار: أعدت للكافرين، إذن هي موجودة. فنحن نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ولا تفنيان أبدا، ولا تفنيان أبدا. من أين لك بهذا الاعتقاد الغيبي الذي لم تراه؟ من الكتاب والسنة. فهذه القاعدة معناها أن علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. طيب يا شيخ، في أحد الأئمة والشيوخ ما شاء الله متقدم في العلم ويحفظ كتاب الله ويحفظ كتب السنة ويحفظ وقال لنا مسألة خارج الكتاب والسنة، يعني معقول الشيخ هذا يخطأ؟ هل نعتقد بهذا الاعتقاد؟ نقول علم العقيدة متوقف على قال الله وقال الرسول، مع احترامنا لجميع المشايخ والمجتهدين منهم، صح؟ لذلك هذه قاعدة مهمة. من يعيد لي هذه القاعدة؟ علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. نأخذ القاعدة الثانية. القاعدة الثانية قال فيها الشيخ: نصوص الكتاب والسنة، الآيات والأحاديث، يعني نصوص الكتاب والسنة المبينة للاعتقاد لا تفهم إلا بفهم السلف الصالح. يعني حتى الكتاب والسنة لو واحد جاء بدليل
ووضعه أمامنا وقال هذا دليل من الكتاب والسنة، نقول له حتى لو كان الدليل من الكتاب والسنة نحن لا نفهمه إلا كما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففهمنا للآيات والأحاديث في مسائل الاعتقاد وفي جميع المسائل طبعا، لكن في الاعتقاد بالأخص متوقف على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعطيك مثال، الله عز وجل ذكر عن المرأة الناشز فقال أمرنا أن نعظها، فقال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وقال أيضا إذا ما رجعت لرشدها إيش نفعل لها؟ قال واضربوهن. إيش معنى الضرب؟ الضرب المعروف، الضرب الغير مبرح. في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية وقال ضرب غير مبرح، يعني مو راح يضرب المرأة ويأذيها ويطبع في جسمها ويضربها على وجهها، لا يجوز. لكن متى يضربها؟ لحاجة ما أعطته نفسها ولا تطيعه وتعصيه، لا تعطي طعام ولا شراب ولا تعطي زوجها ما يريد الزوج من زوجته فأعرضت عنه، هذه تسمى بالشرع ناشز. الله أمرنا نوعظها، نجلس معاها اتق الله، هذا لا يجوز، هذا حرام، لابد أن تطيعي زوجك، هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، لابد أن أنام وأنا راضي عنك. طيب ما قبلت؟ قال الله جل جلاله واهجروهن، نهجرها، يعني إما أنام بغير غرفة أو أنام إذا عندي عمل برا البيت أو أنام نفس الغرفة بس أعطيها ظهري حتى تشعر أن هي مسوية ذنب وقاعد تعصي زوجها. طيب ما مش الحال وما تأثرت في هذه الخطوات، قال الله جل جلاله واضربوهن، اضربها ضرب على الخفيف. المرأة بس ضربتها على الخفيف على جنبها تشعر بالانكسار، تشعر ب يعني الضعف. فجاء أحد فقال الضرب هنا معناه السفر من الضرب في الأرض، اضرب في الأرض أي سافر وجاهد في الأرض. فقال لا، ممنوع ضرب حقوق المرأة، ممنوع ضرب المرأة. والله جل جلاله قال فسافروا بهن، يعني معقول بعد ما هي ما تطيع زوجها وما تسوي له أكل وما تعطي نفسها تصبح ناشز ناخذها مكافأة ونطلع فيها رحلة سياحية بعد كل هذا الكلام؟ ليش؟ قال والله هذا واحد الآن مهندس، هو يعني اسمه الكيالي، يقول معنى الضرب هو السفر في الأرض أو غيره، لا أعرف إن كان هو حتى ما أخطئ، لكن أحدهم من المعاصرين يقول هذا الكلام. هل يفهم أن اضربوهن سافروا بهن خذوهم رحلة سياحية؟ لا يمكن، صح؟ طيب كيف فهمنا أن واضربوهن معناها الضرب الغير مبرح؟ فهمنا متوقف على فهم من؟ فهم السلف الصالح الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا في الرؤيا، رؤية الله عز وجل قبل قليل، اعتقدنا أن المؤمنين يرون ربهم أم لا؟ بلى. إيش الآية اللي اعتقدنا عليها استدلنا فيها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جاء هناك جماعة من الناس وفرقة من الفرق وقالوا أن الله لا يرى يوم القيامة. ما دليلكم؟ قال والله دليلنا من الكتاب والسنة. بسم الله، أعطونا الدليل. قال من الكتاب والسنة، هاتوا الدليل. والله احنا قمنا ندور، معقول في دليل؟ قالوا نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب ما هذا دليلنا احنا؟ قال لا، إلى ربها ناظرة مو تنظر في العين، قاعدة تستنى، يعني تنتظر الله عز وجل، تنتظر الحساب. فهل أتى بدليل من الكتاب والسنة ولا ما أتى؟ أتى بدليل من الكتاب والسنة، ونحن أتينا بدليل من الكتاب والسنة. لكن ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ فهم الدليل كما فهمه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ليس يعني أن آتي بدليل من الكتاب والسنة يعني أنا فهمه صح، لا، لابد أن يكون الفهم كما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك نقول له هذا الاستدلال خطأ وإن كان بآية، ليس المقصود الآية ليس فيها خطأ، الله منزه عن أن يخطئ سبحانه وتعالى، لكن نقول فهمك للآية خاطئ. أعطينا واحد من السلف من الصحابة يعني ومن تبعهم فهم الآية على الفهم الذي أنت فهمته، لا يوجد. هل اللغة العربية تشهد لك بأن هذا هو المعنى؟ نقول اللغة العربية تقول ناظرة، هذا فعل النظر، إذا جاء قبله إلى، يقول العلماء عدي بإلى، يعني لا يدل إلا على النظر بالعين، وإن كان قبله غير إلى مثلا عن أو غيره أو على فدل إما على النظر بالعين أو على البقاء والانتظار، صح؟
فلذلك هذا قول ابن مالك. ابن مالك معروف صاحب الألفية، فقال أن إلى ربها ناظرة، اللغة تشهد أن إلى هنا مع النظر لا يدلان إلا على النظر بالعين إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يراه أهل الإيمان. فنحن أخذنا فهم هذه الآية من السلف، وشهدت لنا قواعد الشريعة وقواعد اللغة العربية. لذلك هذه القاعدة الثانية: من أتانا بنص من الكتاب والسنة لابد أن يكون فهمه من فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلا كثير من أهل الضلال والبدع يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة. فمثلا من استدلالات بعض الفرق أن الله لا يرى يوم القيامة قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: لن تراني. الله عز وجل قال: لن تراني، فقالوا أن الله جل جلاله يصرح بأنه لن يرى. موسى عليه السلام كان يطلب من الله عز وجل أن يراه في الدنيا، فالله عز وجل قال له: لن تراني، وانظر إلى الجبل استقر مكانه. فلما تجلى ربنا للجبل، الجبل إيش حصل في الجبل؟ ذاب. طيب وين نروح بهذه الآية؟ هذول الجماعة جابوا بهذا الدليل. هل فهم أحد من سلف الأمة هذا الفهم؟ نقول أن اللغة العربية وفهم السلف الصالح معنا. كلمة لن تفيد النفي المؤقت وليس الدائم. يعني موسى عليه السلام كان يكلم رب العزة جل جلاله وين؟ في الدنيا، عند جبل الطور في الدنيا، فقال له: لن تراني. فقال علماء اللغة أن لن تفيد النفي المؤقت، يعني لن تراني الآن، بس الآن، لكن يوم القيامة تراني. وين الدليل؟ الآية: إلى ربها ناظرة، والأحاديث النبوية الكثيرة، صح؟ طيب، فلذلك عندما قال الله جل جلاله لموسى عليه السلام: لن تراني، لن تراني في الدنيا، يعني أنت تقول لأخيك الصغير: لن تذهب معي إلى السوق، يعني هو لن يذهب معك إلى السوق كل حياتك؟ كل ما تروح على السوق بحياتك ما راح يذهب أبدا؟ ولا بس الروحة هاي؟ لن تفيد النفي المؤقت وليس الدائم المستمر. فإحنا الآن هذه الأدلة، هذه المسائل العقدية، أنا ما قصدت أني أنا أقررها عندكم الآن، ولكن قصدت أني أفهمكم أنه إحنا نعتمد على نص من الكتاب والسنة، ونعتمد على فهم السلف الصالح. جبنا نص ما اختلفنا، ممكن أي واحد يجيب لنا نص شرعي، لكن هل هذا ما عليه الصحابة ومن تبعهم؟ إن كان عليه الصحابة ومن تبعهم سلمنا به، وإن لم يكن عليه الصحابة ومن تبعهم لا نقبل به أبدا. صح يا أخواني؟ طيب نكمل كلام الشيخ. هاي القاعدة الثانية. مين يعيد لي القاعدة الأولى والثانية؟ تفضل. علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة مبينة اعتقاد أحسنت، بارك الله فيك. القاعدة الثالثة قال: نكف هيك، يعني نكف في عقولنا وأجسامنا، نكف الطمع عن إدراك ما وراء الغيب. إياك أن تبحث، يعني معنى الكلام، إياك أن تبحث عن مسألة في الغيب. عالم الغيب والشهادة هو الله جل جلاله، لا يطلع أحد على هذا الغيب إلا من ارتضى. لذلك أنا أسألك سؤال: هل ربنا جل جلاله من عالم الغيب أم من عالم المشاهدة الحاضر؟ الغيب. أعظم الغيب هو الله جل جلاله. كيف يمكن لك أن تتكلم عن غيب أنت لم تره أصلا؟ من هو الذي يخبرنا عن هذا الغيب؟ الله. إلك طريق آخر في معرفة هذا الغيب؟ طيب سؤال: اليوم الآخر، يوم الحساب والمحشر والجنة والنار والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل، هذه الأمور كلها هل هي أمور غيبية أم أمور مشاهدة؟ غيبية. كيف لك أن تفهمها وأن تتأكد منها بعقلك؟ لا يمكن. ليس لنا إلا طريق واحد يفهمنا هذه القضايا. ما هو الطريق هذا؟ الكتاب والسنة، الوحي. يعني أنت الآن في مسار الدنيا عاجز عن أن تخبرنا ما وراء هذا الحائط. إيش في وراء هذا الحائط الآن؟ كلكم يعرف في شجرة من قبل تعرفه، لكن الآن أنا أسألك الآن: إيش في وراء هذا الحائط من بشر؟ هل يمكن أن تثبت أن هناك أحد أو تنفي؟ أنت ترى؟ لا ترى. هذا ليس غيب، هذا من أمور الدنيا المشاهدة وأنت لا تستطيعها أبدا. فكيف بمسائل الغيب؟ فالشيخ يقرر قاعدة مهمة جدا، قال: لابد أن نكف الطمع
عن الخوض في مسائل الغيب لأننا لا ندركها. طيب لو قلنا لك يا أخي روح ابحث في الغيب، لا يمكن لك أن تصل بنتيجة. فارجع البصر كرتين، وإيش قال الله عز وجل؟ ينقلب خاسئا، قبلها ينقلب خاسئا وهو حسير. يعني والله مهما فعلت لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. احكي لنا شيء عن مشاهد يوم الآخرة من الذي تراه بعينك، ما أستطيع، هذا غيب. إذن لا يمكن أن نخوض في مسائل الغيب. يلا، كيف شكل الصراط؟ هذا غيب. كيف شكل الصراط يوم القيامة؟ غيب، لكن أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدق من الشعرة وأحد من السيف. أعطيني مواصفات أخرى، إيش لونه؟ ما بصير والله شيخ أبيض أحمر، ما بصير، هذا غيب. إن قلت لون هات الدليل، وإن قلت من الغيب دون أن تعلم وقعت في خطر عظيم. لذلك إياك أن تخوض في مسألة من مسائل الغيب، عليك أن تتوقف عند الحد الذي وقفك إياه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة جدا. أغلب الفرق التي ضلت وابتعدت عن طريق الحق والتي تركت نهج أهل السنة والجماعة هم الذين خاضوا في الغيبيات وتكلموا عن الله عز وجل. منهم والعياذ بالله قالوا أن الله جسم ضخم، هذا حرام، ولا يوصف بجسم أصلا سبحانه وتعالى. ومنهم من قال أن الله عز وجل كالإنسان والعياذ بالله. ومنهم بدأ يؤلف يقول الله شكله هكذا وهكذا، هذا لا يجوز، هذا من عالم الغيب. نحن لا نثبت شيئا من عالم الغيب إلا ما أثبته الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك إياك أن تخوض بعقلك في مسائل الغيبيات. أعطونا مثلا مسائل الغيب. ها؟ حكينا عن اليوم الآخر، كل يوم الآخر تحدثنا عنه، بدنا أي شيء خارج اليوم الآخر من الغيبيات. عالم البرزخ من الغيبيات، أحسنت. جبريل، الملائكة، أنا بدي أوصل لهون، بارك الله فيك. الملائكة من عالم الغيب ولا بتشوفوهم دائما؟ من عالم الغيب. هؤلاء مخلوقات ولا مو مخلوقات؟ خلقهم الله جل جلاله. الله عز وجل من الغيب والملائكة من الغيب، لكن الله خالق ليس مخلوق. فأنت لا تستطيع أن تصف المخلوق الغيب، فكيف بك تتحدث عن الخالق الذي هو من الغيب؟ في كل الأحوال كل مسائل الغيب المتعلقة بالخالق وكل مسائل الغيب المتعلقة بالمخلوق بما أنها غيب فليس لنا مجال أن نتكلم بها، نقف فيها عندما وقف عند الذي وقف بنا به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء رجل، هاي قصة معروفة عن السلف، جاء رجل، هذا الرجل يتكلم عن الله ويصف الله بما أراد من عقله، فجاء له أحد السلف فقال له يا غلام صبي كيف تتكلم عن الله عز وجل؟ فقال له أرأيت الطير؟ الطير يا أخوان شفتوه أنتم؟ نعم. هذا الطير كم جناح له؟ جناحين. قال له صف لي مخلوق ب600 جناح وصف لي مخلوق 600 جناح. هذا بحياته ما شاف إلا مخلوق بجناحين. قالوا إذن أعطيني مخلوق 3 أجنحة. هذا مخلوقه 3 أجنحة، ركب لي أنت أشوف من عقلك، شفت تقدر؟ مستحيل. ما تيجي تقول لي والله واحد على اليمين واحد على اليسار واحد فوق، مين قال لك؟ شفت؟ لا. فقالوا يا ولدي إن عجزت عن أن تصف مخلوق فكيف بك تصف الخالق؟ أنت مخلوق مو قدران توصفه، طريقة عجيبة بحياتك ما شفتها، كيف فيك تحكي عن الله عز وجل أنه كذا وكذا وكذا من غير ما أخبر الله عن نفسه أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمنا الأمر يا أخواني؟ لذلك عالم الغيب نكف الطمع عن إدراكه ونفهم منه ونثبت منه ونعتقد منه ما أخبرنا به القرآن والسنة. مثلا يوم القيامة جاء في الأحاديث أننا إن شاء الله، يعني أهل الإيمان إن شاء الله يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. هذا الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرته شهر وطوله وعرضه سواء، مربع يعني، وطوله من القدس أيلة إلى صنعاء اليمن، هذا الطول، والعرض كذلك، شوف المسافة ما أضخمها. عليه آنية، أواني مشان تشرب، كاسات وأواني
الله أعلم بشكلها. حدا بيجزم لها إيد، حدا بيجزم إنها مجوفة كبيرة صغيرة، لونها أخضر أحمر، لا أحد يعلم. صح؟ غيبيات. توقف عندما وقف بك النص. قال آنيته كعدد نجوم السماء. ما توقف تستنى فلان يشرب ويخلص مشان تصب لحالك. موجودات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كعدد نجوم السماء، كثيرة جدا. طيب هل يمكن أن نزيد على هذه المعلومات؟ ما نزيد. طب لماذا أثبتنا هذه الأمور العلمية الاعتقادية؟ لأن جاء بها النص. يوم القيامة هناك ميزان يزن الأعمال، يزن الشخص. أنت توزن، والصحيفة التي كتبت الله أعلم بشكلها، أنا فعلت هكذا خطأ، الله أعلم بشكل الصحيفة، ما أعرف كيف شكلها، هذا غيب. لا تفكر أنها صحف الدنيا، الله أعلم. من قال أنها من صحف الدنيا يثبت ذلك، لا نعلم. الآن نقرر هذه القاعدة، نقطع الطمع عن إدراك الغيب. ما أحد يخوض في الغيب، لا يتخرص أحد ويظن الظنون الخاطئة ويفعل الأقاييس أو المقاييس الخاطئة بأمور الدنيا بالآخرة والخالق والمخلوق، هذا حرام. توقف عند المكان الذي وقف بك به النص. فسألتكم الميزان له لسان ينطق ويوزن به الشخص، والصحائف التي تكتب عليها الأعمال وتوزن الحسنات نفسها. كيف شكل الحسنات؟ هذا غيب. شفتوا يا أخواني؟ إياكم أن تخوضوا في مسائل الغيب. أثبتوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه ومن أمور الاعتقاد، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولوا بشيء لا تعلمونه، بما أنه عقيدة ومن الأمور الغيبية. لذلك هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقدون بكل ما جاء بالكتاب والسنة، فهمهم متوقف على فهم السلف الصالح، لا يدخلون ويتعمقون ولا يطلبون الغيبيات، بل يقطعون الطمع عنها، يتوقفون عن ذلك. فهذا الميزان الذي جعلنا نقول أن أنت كشخص توزن فيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله شيء. الرجل السمين هو اللي يوزن، وتوزن الحسنات في نص جاء، وفي نص حديث البطاقة، بطاقة كتبت عليها لا إله إلا الله طاشت بها السجلات. هذه كلها أدلة على أن هذه الأشياء ثلاثة توزن. فهمنا القاعدة هاي؟ فهمناها؟ الأمور تمام؟ القاعدة الرابعة قال: اعلم أن علم الكلام الذي أتت به الفرق المبتدعة مذموم بإجماع السلف، وذلك ما نقل عن الأئمة رحمهم الله، مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم. هذه القاعدة الشيخ ذكرها بشكل مجمل، ما عليها أدلة، يعني ما عليها أمثلة، لكن سأشرحها أنا. أولا أبين لكم ما هو علم الكلام. علم الكلام قواعد عقلية وأقيسة منطقية وفلسفية إغريقية ويونانية لمعرفة الله جل جلاله وإثبات العقيدة في الله. هل يجوز هذا؟ هل يجوز؟ إيش الذي يجوز إذن؟ تخيل تريد أن تثبت أن الله موجود من خلال الأدلة فقط العقلية والأقاييس المنطقية التي أخذت من الفلسفة اليونانية والإغريقية. نثبت شريعة الإسلام والوحي الذي هو نور السماوات والأرض بكلام الكفار وقواعد الفلاسفة، ومنهم العلماء المسلمين الذين خاضوا بهذه القضية يسمون المتكلمون. كيف نثبت العقيدة بعلم الكلام؟ كيف نثبتها؟ الكتاب والسنة. هذه القاعدة الأولى. فمن جاءك يثبت أن الله موجود بعلم الكلام لا نقبله، لا نقبل. علم الكلام مذموم، ذمه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ الشافعي قال: حق من تكلم بعلم الكلام، كل واحد حكى بعلم الكلام حقه أن يضرب بالجريد، الجريد تبع النخل، العصاية تبع النخل. إذا حكى بعلم الكلام تخيل، حقه هذا أن يضرب بالجريد والنعال، تعرفوها؟ وأن يطاف على القبائل والعشائر ويقال إن هذا ترك الكتاب والسنة وخاض في علم الكلام. يعني تعالوا اليوم نفتح درس عقيدة نثبت أن الله موجود، ما بنجيب ولا آية من القرآن ولا حديث من السنة. شو حكى أرسطو؟ شو حكى أفلاطون؟ إيش حكى علماء الكلام من المسلمين؟ ابن سينا والفارابي، وحتى من الأفاضل من علماء الكلام الذين وقعوا بهذا العلم. الإمام الغزالي رحمه الله من كبار أئمة الإسلام، يسمى حجة الإسلام، كان من كبار علماء الكلام، من كبار علماء الكلام،
وبقي سنوات طويلة وهو يؤلف في هذا العلم ويدرس ويفهم ويشرح. آخر عمره ألف كتابا إلجام العوام عن علم الكلام، يعني يا ناس لا تخوضوا بهذا العلم تراه مو كويس. بعد سنوات طويلة تراجع عنه. فكبار الأئمة تراجعوا عنه. علم الكلام قواعد منطقية وعقلية وأقاييس أخذت من الفلاسفة والردود على الفلاسفة ومن الأدلة العقلية وغير ذلك لإثبات أن الله موجود وإثبات العقيدة الإسلامية. هل يجوز ذلك؟ لا، العقيدة الإسلامية إنما تثبت من الكتاب والسنة. ونحن لنا يعني أو نتبع السلف الصالح. هذا قول الشافعي: حق من تكلم بعلم الكلام أن يضرب بالجريد والنعال وأن يطاف به على القبائل العشائر. هذا ترك كتاب الله وتكلم أو خاض في علم الكلام، لا يجوز. فمن جاءكم يعلمكم علم الكلام لا تأخذوه. يقول لك والله لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمن إلا أن يتعلم علم الكلام، هذا بدعة، هذه بدعة. أعطيك مثال، ركز معي، هذا المثال شوي في صعوبة، إن شاء الله يفتح عليكم. في مثال يسمى دليل الحدوث. أنا ما بدي أصعب عليكم المسألة، باختصار هذا الدليل باختصار يريد أن يثبت أن الله موجود من إثبات أننا نحن مخلوقات. يعني يأتي على الإنسان ويجادل هل الإنسان مخلوق، فإن ثبت أن الإنسان مخلوق فإن الله خالق، فالله موجود. طب وإذا ما ثبت أن الإنسان مخلوق معناته ما في خالق والعياذ بالله. هذا كيف يريد أن يثبت أن الإنسان مخلوق والأرض مخلوقة والكون مخلوق؟ يبدأ يتكلم بكثير من القضايا حتى يثبت ذلك. فإن أثبت أن الإنسان مخلوق يقول لا بد من وجود خالق. لا، نحن نعتقد بالأول أن هناك خالق، اعتقادنا الأول أن هناك خالق، ثم بعد ذلك الخالق يخلق المخلوقات سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. لكن يا أخواني هذه المسألة علم الكلام يثبتون أن الله موجود من خلال وجودنا نحن نثبت أن الله موجود من طريق، وأول طريق إيش هو؟ الكتاب والسنة. إيش اسمه هذا باختصار؟ الوحي. الله جل جلاله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم بعقلك ولا فاعلم بما جاءك من نصوص الوحي؟ بما جاءك من نصوص الوحي فاعلم. بعد ذلك إذا أردنا أن نثبت وجود الله من خلال الأدلة العقلية والآيات الكونية بعد الوحي والعلم بالله جل جلاله من كتابه وسنة نبيه ما في مشكلة، لكن ليس بعلم الكلام، وإنما بالنظر في أدلة الكون، في خلق السماوات والأرض، في ملكوت السماوات والأرض. هذه الشمس التي تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، وهذه الضخامة التي هي عليها، وهذه الحكمة والدقة في خروجها كل يوم بانتظام دون أن تصطدم مع أي شيء من الكواكب الأخرى. ونحن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل هذه آيات دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، لكن هذه كلها نجعلها بعد الكتاب والسنة والعلم بالوحي. نحن نثبت أن الله عز وجل موجود من طريق العلم، النقل ثم العقل، وليس بعلم الكلام وإنما بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. واضحة النقطة يا أخواني؟ لو جاءكم رجل قال اسمع الكلام هذا، قال لا يمكن أن تكونوا مؤمنين حتى تتعلموا علم الكلام، ماذا نقول له؟ هذا بدعة. ومن أكبر الدليل على بدعته كيف لا يمكن أن أكون مؤمنا إلا بمعرفة علم الكلام أو دليل الحدوث مثلا؟ يعني هل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تكلم به أحد الصحابة رضي الله عنهم؟ لا يوجد. بل كبار أئمة الفرق الذين تكلموا بهذا أصلا مضطربون في علم الكلام، وكل من هو عنده مقاييس مختلفة عن الأخرى، فلذلك ومنهم من رجع عنه أصلا. فلذلك علم الكلام التي جاءت به الفرق مذموم عند السلف، عند كبار أئمة الدين. فمن قال لا يعرف الله إلا بعلم الكلام نقول له بدعة، وإن كان كلامك هذا فيه إلزام خطير. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله جل جلاله، هل كان النبي لا يعرف ربه لأنه لم يكن يعرف علم الكلام؟ والعياذ بالله لا يجوز. لذلك لا نعرف أي مسألة من مسائل العقيدة وبالأخص بما يتعلق بالغيب وفي الله سبحانه وتعالى إلا من الكتاب والسنة. وأما علم الكلام فإنه مذموم، كما قال الشافعي وأكرره عليكم أن حق
من تكلم بعلم الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف به على العشائر والقبائل ويقال هذا ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ بعلم الكلام. هكذا، هذا هو علم الكلام. تفضلوا استريحوا. حطوا لي سكر لو سمحت، الله يكرمك، معلقتين. هي 4 قواعد. علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فهمنا للكتاب والسنة متوقف على فهم السلف الصالح. نكف الخوض والطمع في فهم الغيبيات لأنه لا يعلمها إلا الله، وليس لنا سبيل في معرفتها إلا بما أخبرنا الله عز وجل به أو نبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، علم الكلام التي أتت به الفرق هو علم مبتدع مذموم، لا نتعلم العقيدة من خلاله أبدا، بل نتعلم العقيدة من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والمقصود بالسلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واضح يا أخواني؟ المسألة الخامسة، قلنا هناك علماء سلف وعلماء خلف، كل من جاء بعد السلف ايش يسمى؟ من الخلف. طيب، فالقاعدة الخامسة تقول إذا اختلف علماء السلف مع علماء الخلف أخذ كلام علماء السلف ورد كلام علماء الخلف بعرض الحائط. يعني تخيل خلاف قاله ابن عباس، يعني مثلا قول قاله ابن عباس وقول قاله أحد المعاصرين في زماننا، نقول والله المسألة فيها خلاف، الشيخ الفلاني حكى يعني خلاف قول ابن عباس، لا يقارن قول السلف بقول الخلف، بل يرمى بجميع أقوال من جاء بعدهم بعرض الحائط إذا خالفتهم، لأن فهم الدين متوقف على فهمهم، هم أصفى الناس فهما وأكثرهم فهما، وهم الذين عاشروا وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك الخير. فكيف نترك فهمهم الحقيقي للدين وهؤلاء ليس منهم من مات إلا وهو فاهم للدين أكثر ممن جاء بعده، وأغلبهم بشر في الجنة وزكاهم الله. بل نحن علماء الخلف أصلا جاءت الأحاديث تدل على أن الفتن ستكثر فينا، والبدع والأهواء والتعصب المذموم واختلاف الفرق، هذا لم يذكر فيهم، هم كانوا معينا صافيا. أما نحن شوف الخلاف الآن، العلمانية والاشتراكية والنسوية، وطبعا النسوية الإسلامية كل يوم طلع حركة جديدة، والإلحاد وأنواع الإلحاد وعبدة الشيطان وغير ذلك، وعلماء الضلال وعلماء الحق في السجون الآن أغلبهم. هذه مصيبة. لذلك تخيل أننا نقدم علماء الخلف الذين تكثر فيهم الفتن والشبهات والشهوات والاختلاف والفرق والقتال والهرج وغير ذلك، ونقدمه على كلام من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الدين وأخذه غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن ذلك؟ لا يمكن، صح؟ فالقاعدة تقول إذا اختلف كلام علماء السلف مع علماء الخلف يؤخذ بكلام السلف ويرمى بكلام الخلف بعرض الحائط مهما علا كعبهم في العلم وشرفوا وكانت لهم مكانة عظيمة، مهما كان ذلك، مهما كان ذلك. أي الأئمة يخالف السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، إذا خالفهم مخالفة صريحة لا نأخذ بكلامه أبدا، وإن كان من أفضل الناس. لكن لا يعني ذلك أن نحاربه أو أن نسيء له أو أن نتعامل معه بأخلاق سيئة. ينظر لحاله، من هو المتكلم أولا، ربما اجتهد وأخطأ فلا نأخذ بكلامه، لكن لا نسقطه أو نتكلم عنه كلام سيء، صح؟ نحن نتكلم عن الأخذ بالأقوال والاعتقادات أولا، حديث عن الأشخاص حديث آخر. لأنه إحنا أهل السنة والجماعة عندنا قاعدة تقول الحكم على الألفاظ أسهل بكثير من الحكم على الأشخاص. أي كلمة ممكن تصنفها سنية أو بدعية أو كفرية حسب. لو مثلا واحد يقول، واحد جاء يستفسر ما بيعرف، جاهل، يقول هل هناك أكثر من إله، نقول هذه المقالة كفرية، كما قال أنه يوجد أكثر من إله كفري. لكن هل قائلها كافر؟ لا، هذا لا يعرف، جاء يسأل. لكن إن جاء يشكك حتى يوقع بين الناس الفتنة، فلا، هنا يختلف الأمر. لو كان ناسي، لو سبق لسان، لو أخطأ. فالشاهد الآن علماء الخلف من أهل الديانة الأفاضل أهل العلم إن أخطأوا وخالفوا السلف لا نأخذ بكلامهم، بس نروح نحاربهم
ننظر في أحوالهم. هذا كلام يطول الحديث عنه وسيأتي إن شاء الله، لكن ليس الآن. هذه القاعدة واضحة. يعني إذا واحد عنده شيخ مثلا الآن، وهذا قاعد بيصير الآن، من وين جبت الاعتقاد هذا؟ والله الشيخ الفلاني هو الحكى لي. ايش الدليل؟ ما أعرف. الشيخ ما بيخطأ. لا، ما بيصير. ممكن الشيخ يكون عنده دليل، بس أنت ليش قاعد تعتقد بأشياء ما عندك دليل عليها؟ ممكن يكون هو فاهم شيخه خطأ أصلا، ناقل عن شيخه خطأ. ممكن يكون الشيخ واقع في خطأ، ممكن الشيخ أصلا هذا من أهل البدع. كل شيء وارد. فأنت الآن نقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لي والله الشيخ قال لي. هسه نحترم المشايخ، إحنا نحترمهم، لأنه هم الذين ينقلون لنا ما فهمه السلف الصالح. فكل من وافق الكتاب والسنة وما فهمه الصحابة والتابعين من علمائنا نقدره ونحترمه ونجله لكثير من الأمور. أولا لموافقته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لمكانة أهل العلم في الإسلام. ثالثا لأن الله عز وجل قد جعل لهؤلاء القبول وكثير من الأشياء. لا يعني أن نرد الكلام والله أنا ما أخذ من حدا، أنا أخذ من الكتاب والسنة. وكيف نأخذ من الكتاب والسنة؟ لابد أن نأخذ بفهم العلماء الذين فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. صح؟ بارك الله فيكم. طيب، هذه 5 قواعد ختم فيها المؤلف. قال: والله أسأل أن يعم النفع ويغفر الزلل ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويجعله خالصا لوجهه الكريم وعملا متقبلا ينفعني يوم رمسي. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. ختم الحديث عن هذه المقدمات وعن هذه القواعد بالدعاء بأن ينفع الله سبحانه وتعالى بما كتب وما قال، وأن يغفر له ولنا إن شاء الله، وأن يهيئ الله عز وجل لنا من أمرنا رشدا نسترشد به حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا إن شاء الله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونسأل الله نحن أيضا أن يجعل هذا الدرس خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا وينفعنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه وقال: الحمد لله رب العالمين، لأن الله يحمد على جميع ما أنعم سبحانه وتعالى. وهذا الدرس، درس العلم، هو من عظيم نعم الله عز وجل على عباده. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.